كل علاقة بتدخلها في حياتك تقدر تعتبرها وظيفة بتقدم عليها. لازم تثبت كفاءتك وتقدم أحسن ما عندك عشان تتقبل. محدش مضطر يستحملك بكل عيوبك اللي انت أصلا مش ناوي تصلحها. وحط الجملة دي بين قوسين عشان دي منطقة تلاعب. هيطلع 1000 واحد يقولك اللي بيحبك هيحبك بعيوبك ومزاياك. ده صح إذا كانت العيوب دي قهرية وما تقدرش تغيرها، أو عيوب بسيطة تعدي مش مؤذية يعني. وإذا كنت أنت أصلا حاولت كتير تصلح العيوب وما قدرتش، لكن عيوبك اللي أنت اخترتها بنفسك ومصمم عليها مش من حقك تفرضها على حد. عشان حد يحبك بدون أي سبب للحب، أو بمعنى أصح عشان حد يحب شخص ما يتحبش، دي حالة محتاجة حل من اتنين عشان تتحقق: يا معجزة يا حد عنده خلل في منظومة المشاعر والإدراك. لكن في الظروف الطبيعية ده مش هيحصل. زي ما كل واحد فينا بيجتهد ويشتغل على نفسه وياخد كورسات عشان السي في بتاعه يبقى مليان ويقدر يقنع بيه أي مكان عايز يشتغل فيه، برضه محتاجين نشتغل على نفسنا شوية عشان سي في شخصياتنا يبقى مقنع للناس اللي بنتعامل معاهم. وزي ما المنافسة في سوق العمل شرسة، المنافسة برضه في سوق العلاقات شرسة، ومفيش حد ملوش بديل.